السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم الكورة مع ياسين. ألف مبروك لجماهير الزمالك ولكل زملكاوي، وألف مبروك لإدارة الزمالك والجهاز الفني واللعيبة وكل الأعضاء. كل الناس ألف مبروك لكم. كان مباراة ممتعة ومباراة للتاريخ، وهنفضل فاكرينها للتاريخ. وإن شاء الله مزيد من الألقاب ومزيد من البطولات في خزينة نادي الزمالك إن شاء الله. يلا بينا نبدأ حلقتنا. لو منزلتش انزل دلوقتي، حط لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ بأول الأخبار. على عهدته خالد الغندور، الزمالك تعاقد مع هذا اللاعب. كشف الإعلامي خالد الغندور عن تعاقد الزمالك مع اللاعب أحمد رمضان بيكهام لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، اللاعب الذي ارتبط اسمه في فترات كبيرة بالانتقال إلى نادي الزمالك. تحدث خالد الغندور عن أن الصفقة تمت، وعبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب خالد الغندور معلقا: رمضان بيكهام في الزمالك. التهاني تتواصل لنادي الزمالك. المريخ السوداني يهنئ الزمالك. أصدر نادي المريخ السوداني بيان تهنئة لنادي الزمالك بعد الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي. وحقق الزمالك الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على النادي الأهلي بركلات الجزاء بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي. وجاء بيان التهنئة لنادي الزمالك من قبل نادي المريخ السوداني على النحو التالي: يتقدم نادي المريخ بأحر التهاني لنادي الزمالك بمناسبة تتويجه بلقب السوبر الإفريقي، ومع خالص تمنيات بمزيد من النجاحات. محمد سيف يغني بالزمالك بعد الفوز بالسوبر. عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك كتب محمد سيف معلقا: لحظة من فضلك وعيد الهتاف التقليدي، يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة. أول تعليق من ممدوح عباس عقب تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي. علق ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة النادي سابقا عن سعادته بتتويج الفريق الأول للكرة بالزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي، وأكد خلال تصريحاته: تحدثت مع كل لاعبي الفارس الأبيض قبل المباراة، وكنت واثقا بالفوز والتتويج باللقب. وأضاف: عدالة الله هبطت على ملعب المباراة، موجها الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب واللاعبين. واختتم تصريحاته مطالبا للإدارة واللاعبين والجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز بمواصلة الانتصارات وتتويج الأبيض ببطولة السوبر الأفريقي عقب تغلبه على النادي الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح. تصريحات ناصر منسي بعد التتويج بالسوبر. أكد خلال تصريحاته أن لا يصح أن جماهير القلعة البيضاء تمشي زعلانة من استاد المملكة أرينا بالسعودية، وقال: الحمد لله ربنا كرمني. موجها رسالة لجماهير القلعة البيضاء: سنحصد على بطولات عديدة الفترة القادمة. ونشر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة الاحتفالية بالكأس معلقا عليها: اللهم لك الحمد ولك الشكر، الحمد لله دائما وأبدا. تصريحات عبد الله السعيد بعد التتويج بالسوبر الإفريقي. أكد خلال تصريحاته أنها أول بطولة له مع القلعة البيضاء ويعتز بها جدا، وشرف كبير لي أن ألعب لهذا النادي الكبير. وقال: الحمد لله ربنا وفقني مع الأبيض وقدرت أحصل على بطولة. ودخل فينا ضربة جزاء بالشوط الأول واتكلمنا مع بعض بالاستراحة وتابع قولنا لازم نرجع، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نرجع بالنتيجة ونفوز باللقب. تلك البطولة والسابقة الكونفدرالية لجمهور الأبيض، وأتم إن شاء الله الفترة المقبلة كلها ستبقى بطولات للزمالك. وشرف كبير لي أن ألعب بقميص الفارس الأبيض. بحب أوي أنا الحماس بتاع اللعيبة ده،
ده نفسي كده الفترة اللي فاتت ان اللعيبة تقول لك عايزين بطولات اكتر واكتر. اول تعليق من ناصر ماهر على تتويج الزمالك بالسوبر الافريقي. أكد خلال تصريحاته أن المباراة كانت صعبة وأمام فريق كبير وهو الأحمر، ونحن احترمنا بشكل جيد وكان لدينا إصرار على المكسب منذ الدقيقة الأولى. وأشار إلى أن الأبيض كان متحكم باللقاء وفي كل مجرياته، وإنه لا يعرف حتى الآن إذا كانت ضربة جزاء صحيحة ولا لأ، وتابع لكنها بطولة مستحقة للفارس الأبيض، ونفى أن يكون تحدث بأمور سلبية على الأحمر، وقال بحترمه جدا. وقال عمري ما تحدثت عن الأهلي بشكل سيء وبحترمه، لكني مبسوط بوجودي في القلعة البيضاء وكنا محضرين كويس للمباراة. نادي إنبي يستعد لمطالبة الزمالك ب75,000 دولار. ال75,000 دولار الذي سيطالب بهما نادي إنبي ضمن بنود عقد إعارة زياد كمال إلى نادي الزمالك، حيث يعتبر نادي إنبي شريك للزمالك في كل البطولات، حيث مع كل بطولة يحرزها الزمالك سيكون مطالب بدفع مبلغ الفريق البترولي. ومع الفوز الزمالك بالأمس ببطولة السوبر الأفريقي يحقق لنادي إنبي حصول على مبلغ 75,000 دولار، وهو ما يستعد لمطالبة بهما. وحقق الزمالك كما هو معروف الفوز ببطولة السوبر الأفريقي بالأمس. مش عارف مين اللي حط بنود العقد ده بصراحة، بنود عقد مش كويسة خالص وبتضر نادي الزمالك، وكل بطولة بناخدها جزء من الفلوس بتروح لنادي إنبي. وبكده بتكون حلقتنا انتهت. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.